السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة بين نادي السهرات وميامي. ادي شاطئ ميامي الناحية دي اهو، والبوابة بتاعته خلصوها خلاص ودهنوها. بيخلصوا بقى الجزء الأخير ده، يعني هيبدأوا طبعا في الأرصفة وبقية المرافق لو في أي مرافق. هنا بقى كان في حفل ترتيب مرافق برضه، وخلاص وردموه وساووا الأرض. بس ده ما يمنعش إنه يعني ممكن برضه يلحقوا على 15/6 على أساس المنطقة دي واسعة. يعني لا تصريف برضه. لو بدأوا دلوقتي يشتغلوا في حائط السند اللي هيبقى عليه السور الجديد، غالبا ده اللي هيحصل في الفترة اللي جاية. بس مش هيمنع ان الطرق اللي شغالين فيها دلوقتي تتفتح والكوبري يكون خلص ان شاء الله. ربنا يسهل الفترة اللي جاية دي. عايزين نشوفوا بس ناحية بير مسعود الوضع، لأن طبعا الرصيف ده كله هيتشال وتاخد جزء جوه بعد ما اتهدم السور ده. تاخد جزء جوه وتعريض الشارع زادت سعته أو عرضه. هنشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله الفترة اللي جاية. انا شايف كام كراكة اهي شغالة، معرفش بقى بيهدوا البوابة القديمة ولا ايه، هنشوفه دلوقتي. الرصيف ده هيوصل يمكن لحد هنا كده، المسافة دي كلها هتضاف للطريق. هنشوفه برضه الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل. الحتة بتاعت نادي السهرات دي تعتبر من أضيق المناطق على طول الكورنيش في المنطقة هنا، من المنظرة لغاية المحروسة. ظبطوا المخزون هنا اهو ورتبوا الحكاية بحيث برضو يبقى فيه مكان ما يبقاش فيه قفل على بير مسعود والبحر والكلام ده، لأن خلاص أسبوعين هتبص تلاقي المصيفين وصلوا. يبدو فيما يبدو انهم هدوا البوابة القديمة بتاعت نادي السيارات. هدوها فعلا. ولسه شغالين. هدوا البوابة القديمة اللي كانت تاريخ دي. وادي بقية الركام الناتج عن الهدد. مش البوابة طبعا، بس البوابة بالسور والأوض اللي كانت موجودة هنا كانت مساحة كبيرة برضه. هنشوف من الرصيف هنا لغاية السور بتاع
السور الجديد ده بتاع نادي السيارات، كل المسافة دي هتتضاف للطريق، فده طبعا فايدة للجميع. ربنا يكرم ويخلص المشروع على خير بإذن الله، ويقوي الناس اللي شغالة، ويتم الافتتاح قريب بإذن الله رب العالمين. ادي السور الجديد بدأ يظهر اهو، كل ده نواتج هدم. احنا مش هنطول عن كده، ادي البوابة وادي السور الجديد بدأ يظهر اهو في المنطقة دي، فربنا يكرم. ولا تنسونا في الاشتراك واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.